شالوم عليكم. هذا النداء موجه إلى الشعب الكردي الأصيل في كردستان وإلى جميع الكرد في جميع أنحاء العالم. أنا إيدي كوين، باحث ومحلل سياسي في جامعة باغيلان، مؤلف كتاب المحركة بعيون محمود عباس، ومؤسس منظمة فورم كادم لحقوق الإنسان. أيها الكرد، إذا كان في الماضي لا يوجد للكرد أصدقاء إلا الجبال، فاليوم للكرد أصدقاء في جميع أنحاء العالم. إنني أناديكم من تل أبيب، من دولة إسرائيل، وهذا النداء إلى أهالي سليمانية الشرفاء، وإلى أهالي أربيل عاصمة كردستان، وأهالي دهوك منبع الشهداء، وحلبجة الجريحة، وزاخو مصنع الأبطال، وأهالي كركوك كلب كردستان، وسنجار المغدورة. إن آباءكم وأجدادكم ماتوا وهم ينتظرون هذه اللحظة التاريخية. نعم أيها الكرد، لقد دقت ساعة الاستقلال. صوتوا في الاستفتاء التاريخي نعم، نعم، من أجل دولة كردية، دولة مستقلة، قوية، مستقلة، حرة. نحن نحبكم، نحن في إسرائيل ندعمكم حكومة وشعبا. لقد حاولوا طمس هويتكم طوال التاريخ وثقافتكم وطمس تاريخكم، وهذا الاتفاق المشؤول ظلمكم. الآن سوف يكون عندكم دولة. لقد أصبحت ضرورة تاريخية أن تكونوا مستقلين في دولتكم. عشتم وعاشت كردستان.